بسم الله الرحمن الرحيم. وصفتنا حبايبي ان شاء الله النهارده كده هنعمل مع بعض سلطة طحينة اقتصادية، سلطة الطحينة بتاعة المطاعم. تعالى اقولك نعملها مع بعض ازاي ويطلع معاها قوامها حلو كده زي ما احنا شايفين ولونها فاتح، برغيف عيش واحد بس ومعلقتين من الطحينة ونزينها مع بعض. دي السلطة اللي بناكلها في المطاعم بيكون لها طعم مميز، هنعملها مع بعض النهارده بطريقة سهلة وبسيطة وازاي بيعملوها في المطاعم. بس يلا في الاول كده اعملي لي لايك وشير. اول حاجه هجيب الكبه بتاعتي كده وممكن تستخدمي الخلاط، هحط فيها عيش بلدي، رغيف من العيش البلدي هقطعه كده، وممكن تستخدمي عيش فينو او عيش بلدي، بس انا بحب اعملها بالعيش البلدي بيكون طعمها احلى. وهاخد تقريبا 3/4 الرغيف ده، وممكن تاخدي الرغيف كله او نصه حسب الكميه اللي انت هتعمليها، وهحطهم في الكبه كده واحط عليهم كوبايه من الميه السخنه. وانا هحط ميه سخنه عشان عايزه العيش بتاعي يبوش اسرع، ممكن تستخدمي ميه بارده عادي. ونبهر مع بعض كده بقى الطحينة بتاعتنا دي. بعد كده العيش باش معايا تقريبا عدى عليه ربع ساعة، هحط نص معلقة من الفلفل الأسود، ونص معلقة من الكزبرة الناشفة، وكمان نص معلقة من الكمون. هحط نص ونص من كل البهارات، واي بهار انتي بتحبيه في سلطة الطحينة ممكن تضيفيه في المرحلة دي. وبعد كده هضيف معايا نص معلقة صغيرة من الثوم المهروس، وممكن تستبدليه بثوم بودر لو انتي مش بتحبي الثوم في الوصفة. ونحط تقريبا معلقتين او 3 معالق من الزيت النباتي العادي بتاعنا عشان بيتقل القوام معانا وبيدي طعم حلو للطحينة. والمكون الرئيسي بقى بتاعنا، انا عندي هنا معلقتين كده بس 2 من الطحينة، فعايزة اضاعف الكمية فهعمل الوصفة الاقتصادية دي. ونسيت انا احط الملح، فهحط نص معلقة من الملح، وما نكترش الملح لان هي بيكون تقريبا العيش فيه ملح وكل حاجة فيها ملح. ومعلقة كمان من الخل وعصرة ليمونة. نضيف كل المكونات دي مع بعض، وهاخد عصرة الليمونة. وطبعا زي ما قلتلك ممكن تستبدلي كل ده في الخلاط، مش لازم كبة. طبعا في المطاعم مش بيعمل طحينة زي ما احنا بنعملها في البيت طحينة صافي كده، هما بيعملوا الطحينة الاقتصادية دي عشان ترمي معاهم كمية كتير وتوفر معاهم، فبيكون لها طعم مميز عن اللي احنا بنعملها في البيت. واضرب بقى كل المكونات دي مع بعض ضرب كويس جدا لحد العيش بتاعي ما يدوب وكل المكونات تمتزج مع بعضها، عمرك ما هتحسي ان هي فيها عيش ولا اي حاجه. ونشوف القوام بتاعها، فانا هنا حسيت ان هي تقيله شويه ولسه كمان لما بتبرد بتتقل معانا، فهحط لها تقريبا ربع كوبايه من الميه، وارجع اضربهم كويس جدا لحد كل المكونات دي ما تمتزج مع بعض. ميه سخنه او ميه بارده مش بتفرق في الوصفه. كده خلاص القوام بتاعي بقى ممتاز. ندوقها كده نشوف الملح بتاعها، هنلاقي ان الملح كمان كويس. هبدأ اجيب بقى طبق التقديم بتاعي ونصب الطحينة بتاعتنا، هتلاقي قوامها جميل جدا ولونها فاتح، وكمان بتتقل اكتر اكتر لما بنسيبها في التلاجة. وانا هنا هزينها ببابريكا، وممكن تزينها بشطة بكمون، زي تسيبيها بس كده. وبكده حبايبي تكون وصفتنا خلصت. اتمنى اكون قدرت اقدم لك معلومة مفيدة. ما تنسونيش باللايك والشير والاشتراك في القناة لو انتي لسه ما اشتركتيش. مع السلامة.